منذ أن انتقلت إلى شقتي الجديدة وأنا أشعر أن هناك شيئا غير طبيعي في المكان. العمارة قديمة والجدران متشققة والممرات دائما رطبة وباردة، ومع ذلك لم أمانع، فالإيجار كان رخيصا والحي هادئا. أكثر ما شد انتباهي في الشقة كان المرآة الكبيرة في غرفة النوم مثبتة في الحائط وكأنها جزء من الجدار، قديمة بإطار أسود غامق مليء بنقوش لا أفهمها. أعجبتني في البداية، فهي تجعل الغرفة تبدو أوسع، ولم أفكر كثيرا في مصدرها أو في من تركها هناك. في الليلة الأولى وأنا على وشك النوم رأيت شيئا جعلني أرتجف. كنت ممددا على السرير بعينين نصف مغمضتين من التعب، لكن انعكاسي في المرآة كان يحدق في مباشرة بعينين مفتوحتين تماما. جمدت مكاني وأنا أحدق في الزجاج، ثم أقنعت نفسي أنني أتخيل وأن الأمر بسبب الإرهاق. لكن الأمر تكرر في الليالي التالية، بل أصبح أسوأ. أحيانا أراه يبتسم بينما وجهي جامد، وأحيانا يحرك رأسه ببطء وكأنه ينصت إلى أصوات لا أسمعها. والأسوأ من ذلك، أراه يحرك شفتيه هامسا بكلمات لا أسمعها، لكنه يكررها بإصرار وكأنه يريد أن أفهم. بعد أيام بدأت أسمع أصواتا خافتة في الليل، طرقات خفيفة على سطح المرآة، كأن شيئا ما يحاول أن يخرج، لكنها تتوقف بمجرد أن أقترب. أحيانا أستيقظ لأجد الزجاج مغطى بطبقة من الضباب مع أن الغرفة باردة، وأحيانا أرى آثار أصابع واضحة على السطح من الداخل. في إحدى الليالي استيقظت مفزوعا على صوت أنفاس قريبة جدا من أذني. التفت بسرعة، لكن لم يكن هناك أحد. حين نظرت إلى المرآة تجمدت عروقي. لم أرى نفسي نائما كما هو المفترض، بل رأيت انعكاسي واقفا عند حافة السرير يراقبني بابتسامة بطيئة، بينما أنا ما زلت مستلقيا في الواقع. اقتربت ببطء من الزجاج ورفعت يدي. شعرت بدفء نابض على سطح المرآة، دفء يشبه الجلد الحي. وفجأة سمعت ضحكة مكتومة غريبة، ليست صوتي إطلاقا. منذ تلك الليلة لم أعد أنام بسلام. كلما أغمضت عيني أراه يتحرك في داخلي، يتقدم خطوة، يقترب أكثر فأكثر من حافة المرآة. أحيانا أراه يرفع يده وكأنه يطرق من الداخل بعنف، وأسمع صوت الطرقات تتردد في الغرفة. صرت أبتعد عن غرفة النوم، أنام على الأريكة في الصالة، لكن حتى هناك أشعر بوجوده. أحلم أن المرآة انتقلت إلى الجدار المقابل، وأن انعكاسي يجلس على الأريكة مكاني ويبتسم. بدأت أفقد السيطرة على نفسي، أضحك فجأة دون سبب، أتكلم مع نفسي بصوت مرتفع، وأحيانا أشعر أنني لا أتحكم بجسدي، وكأن هناك من يشاركني السيطرة علي. وجهي أصبح شاحبا، عيناي غامضتان، لكن في المرآة ليلي فتاة جمالها بارد مريب، يخلي اللي يبص لها يحس إنه مش مرتاح.
في غرفتها كانت في مرآة قديمة ضخمة بإطار خشبي غامق محفور فيه وجوه صغيرة مشوهة. الناس كانت تقول إنها مرآة مسكونة، لكن ليلي كانت تعامل معها كأنها صديقتها الوحيدة. تقف قدامها بالساعات، تمشط شعرها الطويل وتبتسم لنفسها وتوشوش لحد مش موجود. في ليلة وهي واقفة قدام المرآة عضت شفتها، نقطة دم صغيرة سالت على ذقنها. مسحتها بسرعة، لكن انعكاسها ما عملش نفس الحركة. انعكاسها رفع أصابعه للدم والحس ببطء كأنه بيتذذ. قلبها وقع، اتراجعت بسرعة، لكن الزجاج نفسه اتشوه وبان وراه وجوه متفحمة بتصرخ. بقت لياليها كلها كوابيس، تحلم إنها متقطعة أشلاء، رأسها في ناحية وذراعيها في ناحية، وانعكاسها بيجمع الأشلاء وهو بيضحك. تصحى تلاقي خدودها مخدوشة، دم ناشف على مخدتها وإيدها عليها آثار كأن مخالب جرحتها. أمها بدأت تشم ريحة دم في الغرفة، وفي يوم دخلت عليها لقت ليلى ملتصقة بالمرآة، إيدها مخلوعة والدم سايل على الأرض. لما نادتها التفتت ليلى ببطء، عيونها واسعة ولسانها مبلول بالدم. هو جعان وأنا أكلته. المرآة اهتزت قدام الأم، الزجاج تتشقق وخرج منه رأس انعكاس ليلي، وجهها مشوه، فم مفتوح لدرجة إن الخدود اتقطعت وعيونها كلها بيضاء. خرجت إيدين سودة طويلة بمخالب وغرستها في صدر ليلى الحقيقية وسحبتها جوه المرآة. الأم كانت بتصرخ، لكن اللي خرج من الزجاج ما كانش بنتها، كان جسدها بس مغطى دم. عيونها مظلمة، ابتسمت وقالت للأم: ليلى خلاص جوا وأنا هنا. اللي شافته ليلي جوا المرآة كان أفظع. أرضية من دم سميك، جثث متعفنة متعلقة في السقف بسلاسل صدقة، عيونها مفتوحة بتنظر عليها. الجثث بتضحك بصوتها، هي تجري وتصرخ، لكن صوتها رد عليها 100 مرة. الأم حاولت تكسر الزجاج، كل ضربة كانت تطلع دم يتناثر على وجهها. فجأة المرآة ابتلعتها هي كمان. من بعدها ما حدش شاف الأم تاني. الجيران لما دخلوا البيت لقوا الغرفة غرقانة، دم ناشف على الحيطان والمرآة واقفة في النص مكسورة نصين. لكن اللي قرب منها يشوف وجه ليلى جوا مربوط بسلاسل بيتعذب. عيونها تبص عليك، تلمع دموع دم وتصرخ من غير صوت. من يومها أي حد وقف قدام المرآة دي فترة طويلة يلاحظ إن انعكاسه بيتأخر، يضحك لوحده، وأحياناً يمد إيد مسلوخة من الزجاج تمسك ركبته. في ناس اختفوا فجأة بعد ما تأملوا فيها وما تلاقوش غير بقع دم غريبة على الأرض. المرآة لسه موجودة، واللي يبص فيها كتير يعرف إن ليلي مش الوحيدة اللي اتحبست.